في حكايات مش المفروض تتقال، وفي أسرار لو عرفتها حياتك مش هتبقى زي الأول. الليل بيخبي كتير، بس أنا هفتحهولك، هخليك تشوف اللي ورا الضلمة. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي، لكن لو قررت تكمل شد البطانية واقعد قريب، عشان اللي هتسمعه ممكن يخليك تنام وانت مولع النور طول الليل. أنا راوية الأسرار، والليلة عندنا حكاية دمها تقيل بس مستحيل تنساها. شعور الكره صعب يتنسي، بس غالبا ممكن يغطيه شعور تاني، زي شعور العجز أو الخوف أو حتى الشفقة. وده اللي حصل في علاقتي مع نوال، أو العقربة مرات أخويا. أنا عمري ما حبيتها، بس كنت مضطرة أتعامل معاها عشان خاطر أيمن. وأكيد اللي طلبوا مني أخف شوية على نوال قالوا كده بحكم طيبة قلوبهم، عشان هما مش عارفين حقيقة نوال. بس خلينا نشوف بقى بعد ما يسمعوا قصة نوال مع أيمن هيكون رأيهم إيه، ويا ترى هيفضلوا متعاطفين معاها ولا ده هيتغير. بداية القصة حصلت بعد ما أيمن اتخرج من الجامعة بسنة وشوية. هو للأسف ما كانش يلاقي وظيفة تناسب إمكانياته، فقررنا أنا وهو نعمل مشروع صغير نبتدي منه. المشروع كان عبارة عن محل أدوات تجميل وعطور، وفعلا فتحنا المحل، وشوية بشوية المحل بقى شغال زي الفل. بعد ما عدى 3 شهور ما كناش ملاحقين على الزباين، بس بسبب فترة امتحاناتي كنت مضطرة أفضل في البيت عشان أذاكر. في الوقت ده أنا كنت ملاحظة إن أيمن بقى مهتم بنفسه ولبسه زيادة عن اللزوم، بيتأخر كتير في المحل. فقلت ما بدهاش بقى، أنا هروح له المحل وأعرف إيه حكايته بالظبط. وما كدبتش خبر. تاني يوم بعد ما أيمن راح شغله بساعتين رحت له. أول ما دخلت المحل وشافني قام من مكانه وهو مرتبك وقال لي: قدر، انتي ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو في حاجة ولا ايه؟ انتي جاية ليه؟ أنا قعدت على الكرسي اللي قدام مكتبه وأنا بقوله: أنا زهقت لوحدي في الشقة، فقلت أجي أقعد معاك في المحل. ايه، هو في مشكلة؟ لا بقى ما فيش، بس انا كنت هقفل وراجع البيت دلوقتي، ما تروحي وانا جاي وراكي على طول. اروح فين يا ايمن؟ هو انا لحقت ارتاح من المشوار؟ خلاص خلص اللي في ايديك وهنبقى نروح سوا. بس انا قصدي يعني في ايه يا ايمن؟ هو انت بتحاول تسربني لا سمح الله؟ ايمن بلع ريقه بتوتر رهيب، كان عمال كل شويه يبص في موبايله. وقبل ما يرد عليا قلت له: خلاص يا عم انا قايمه ماشيه اهو، بس اوعى تتاخر، اتفقنا؟ ايمن ضحك وهو بيقول لي: لا لا لا، نص ساعه وهتلاقيني في البيت على طول وراكي. وفعلا خرجت من عند ايمن، بس ما روحتش البيت. انا دخلت المحل اللي جنب محلنا، عملت نفسي زبونه، والحقيقه كنت براقب ايمن. كنت متاكده ان هو مستني حد. وما فيش غير دقايق وشفت بنت حلوه ومعاها ست كبيره دخلوا المحل. وبسرعة قربت من المحل، بصيت من بعيد كده من غير ما أيمن ياخد باله. وهنا لاحظت إن أيمن مش على بعضه، وشه أحمر ومرتبك وهو بيكلم الزبونتين دول. والبنت اللي مع الست الكبيرة كانت بتبص لأيمن بكسوف. ساعتها ضرب في دماغي جرس وقلت الاتنين دول بينهم حاجة. استنيت لحد ما الزبونتين خرجوا من المحل، وهنا أنا لحقتهم بهدف أعرف هما مين. أول ما بعدوا عن المحل بشوية مشيت ورا البنت وأنا بنادي عليها وبقول: يا سحر، انتي يا بنتي يا سحر، مش سامعيني؟ بصيلي هنا. البنت التفتت ليا وهي مستغربة. ساعتها أنا قربت منها بسرعة وقلت لها: هاي، ازيك؟ مش انتي سحر محمد اللي كانت بتدرس معايا أيام الإعدادية؟ ردت عليا قالت لي: لا أنا مش هي، أنا اسمي جميلة. ساعتها ابتسمت واعتذرت لها وأنا بقول: أنا أسفة، أنا شبهت عليك، بس ما تأخذنيش. لا عادي ولا يهمك، عن إذنك. البنت وأمها مشيوا وأنا أخدت بعضي ورجعت البيت. بعدها خلصت دور المحقق كرومبو وقدرت أعرف اسمها. يوميها كنت بجهز الغدا وما فيش غير نص ساعة ولقيت أيمن دخل بيدندن وهو مبسوط، ساب الموبايل على الترابيزة ودخل الحمام. ساعتها أنا رجعت تاني لدور المحقق كرومبو. أخدت الموبايل ودورت على اسم جميلة بين الأرقام،
وهنا لقيته في الواتساب. لما قعدت أقلب في الشات اكتشفت إن أيمن بيحب البنت اللي اسمها جميلة دي. بيحب إيه؟ ده غرقان لشوشته فيها. سبت الموبايل وحطيت الغدا، وأثناء ما كنا بنتغدى سألت أيمن فجأة، قلت له: ألا صحيح يا أيمن، هي مين البنت اللي اسمها جميلة دي؟ سؤالي فاجئ أيمن لدرجة إنه شرق في اللقمة. خدت كوباية مية واديتها له، وبعد ما شرب بصلي وقال لي: جميلة مين؟ هو أنت هتصيع عليا ولا إيه؟ جميلة اللي جاتلك النهاردة المحل. هي حصلت إن أنتي تراقبيني يا قدر. اخفى عليك بقى، أنا هعمل كده؟ أمال عرفتي منين؟ بالصدفة طبعا. المهم أنا حاسة إن البنت دي كويس، هنروح نطلبها إمتى؟ أيمن نط من مكانه وهو مبسوط وقال لي: أنت بتتكلمي بجد يا قدر؟ قلت له: أمال بهزر يعني؟ أكيد بجد. يعني الموضوع ده مش هيضايقك، خصوصا لو جميلة جت عاشت معانا هنا؟ ويضايقني ليه؟ ده يوم المنى. أيمن ابتسم وخوفه من رفضي إن مراته تعيش معانا تلاشى تماما. وبعد يومين بالظبط خلاني أتعرف على جميلة، وفعلا كانت اسم على مسمى، بنت سكر ومحترمة وبتحب أيمن بجنون. وبعد ما عدى على معرفتي بيها 3 شهور حصلت حاجة غريبة قوي. في يوم أيمن رجع من شغله كان منهار كليا، دخل أوضته وهو زعلان، ولما سألته إيه اللي حصل قال لي: بقالي يومين بتصل بيها مش بترد، والنهاردة لما اتصلت رد عليا راجل وقال لي: إياك تتصل بالرقم ده تاني، ولو اتصلت هطين عيشتك. ومين الراجل ده؟ مش عارف، وده اللي مجنني. طب اهدى كده وقولي، انت تعرف عنوان بيتها؟ لا معرفش، بس ممكن أسأل صاحبتها اللي جت معاها آخر مرة، يمكن تكون تعرف. بس انتي عايزة تعرفي لي ايه بعنوانها؟ هكون عايزة اعمل ايه؟ هروح أسأل عليها بصفتي صاحبتها. حلو قوي، حس كده انا هكلم صاحبتها واعرف منها العنوان. أيمن سابني ودخل أوضته على أمل يعرف عنوان جميلة، وأنا يوميها حاولت أتصل بيها كتير بس ما كانتش بترد عليا، وللأسف وقتها انشغلت ومعرفتش أتابع الموضوع. لحد ما عدى 4 شهور كنت بشوف أيمن مبسوط وبيتكلم في التليفون مع واحدة، بس كنت بكل ظني إن هي جميلة. لكن لما سألته عنها قال لي: جميلة ايه؟ انتي لسه فاكرة؟ ما خلاص هي اتجوزت وربنا يسعدها، مين بكلمها حاليا بنت تانية. واطمني، ده مجرد كلام، يعني مش موضوع ارتباط. أنا أصلا لغيت الفكرة من دماغي خالص. بس أنا كنت شايفة حزن وكسرة في كلام أيمن، ما كنتش عارفة سببها إيه. لحد ما في ليلة سمعت أيمن بيصرخ، جريت أشوف ماله. أول ما دخلت أوضته لقيته بيترعش وهو خايف. سألته: في إيه يا أيمن، مالك؟ أنت بتصرخ كده ليه؟ أنت كويس؟ أيمن كان بيبص حواليه بخوف. ليلتها قال لي: أنا شفت حمار أسود واقف في ركن الأوضة، كان واقف ثابت وعينيه بتنور وطالع منه صوت غريب قوي. قلت له: اهدى يا أيمن، اهدى يا حبيبي، ده أكيد كابوس، قوم اتوضى كده وصلي ركعتين وارجع نام، مفيش حاجة. وأيمن قام غسل وشه واتوضى وصلى، بعدها رجع نام. وأنا بعد ما اطمنت عليه خرجت رحت أوضتي، معرفتش أنام. كنت كل ما أغمض عيني أشوف بنت راكبة على حمار أسود. البنت دي ما كانتش مريحة، كانت بتبص كده بغل وكره. فتحت عيني من الكابوس وأنا فعلا شايفة حمار واقف في ركن الأوضة. استغربت من المنظر، بس فتحت النور عشان أتأكد إنه اللي أنا شايفه ده صحيح ولا لأ. بس أول ما عملت كده الحمار اختفى. رجعت طفيت النور وأنا مش فاهمة إيه سبب وجود الكيان ده هنا. تاني يوم الصبح رحت لعند ستي ريحانة عشان أنضف لها البيت، بحكم إنها كانت ست وحدانية وملهاش حد. المهم دخلت سلمت عليها، وبعد ما فطرنا بدأت أنضف البيت. بدأت أمسح الأرض وأنا سرحان، وكل تفكيري كان في الحمار والبنت اللي شفتهم في أوضتي بالليل. شوية ولقيت ستي بتنادي عليا وبتقولي: يا قدر، انتي يا بنت يا قدر، وانا مش بكلمك يا بنت، سيبي اللي في ايدك وتعالي اقعدي ريحي شوية، انتي مش سامعاني ولا ايه؟ فجأة ببص ناحية ستي بقول لها: وانتي بتكلميني يا ستي؟ وهو في حد غيرك يا بنت هنا عشان اكلمه؟ قربت من ستي من غير ما اقول لها حاجة، قعدت جنبها وانا ساكتة ساعتها.
سألتني ايه مالك، مش عوايدك يا بنتي، في ايه ساكتة كده ليه؟ قلت لها بصراحة يا ستي امبارح بالليل حصل معانا موضوع غريب مش لاقيه له تفسير. موضوع ايه كفانا الشر. وهنا حكت لي ستي اللي حصل معانا بالتفصيل. ساعتها ردها كان أعوذ بالله، ده أكيد عمل ودخل بيتكم. عمل؟ عمل ايه يا ستي؟ مين اللي هيعمله لنا مثلا؟ الله أعلم يا بنتي، بس اللي متأكدة منه إن الحمار اللي ظهر ده هو خادم السحر، وتعمد يظهر لأيمن عشان أيمن يتخض ويخاف، والعمل اللي اتعمل له يشتغل. لنفترض يا ستي إن كلامك صح، طب يظهر لنا ليه بقى؟ قالت لي أريد انت كمان تكوني مقصودة، بس بما إنك ما خفتيش زي أيمن يبقى العمل ما اشتغلش معاكي. فضلت أفكر في كلام ستي وكلامها مش منطقي بالنسبة لي. ويها رجعت البيت، ولما دخلت لقيت أيمن مستنيني على غير العادة. أول ما شافني قال لي انت اتأخرتي قوي كده ليه يا قضي؟ تعالي اقعدي، أنا عايزك في موضوع مستعجل. سبت شنطتي على الكنبة وقعدت وأنا مستنية أعرف إيه الموضوع، إيه اللي أيمن عايزني فيه. ساعتها قال لي أنا قررت أخطب ومحتاجك تيجي معايا أنت وعمتي عشان نطلب البنت. ثواني عدت عليا وأنا بحاول أستوعب أصلا التغيير المفاجئ والغريب اللي حصل لأيمن. ميها سألته أنهي بنت بالظبط؟ بنت أعرفها من مدة وقلتلك عليها امبارح. أيوة افتكرت، بس دي مش انت مش قلتلي عليها ان انت بتكلمها كلام كده وبس، مش ناوي ترتبط بيها ولا في دماغك حتى ارتباط؟ أيمن كان مرتبك متردد وهو بيقول لي ما هو أنا لازم أرتبط بيها، ما هو خلاص ما بقاش ينفع أسيبها خلاص. قلت له هو إيه معنى كلامك اللي أنت بتقوله؟ أنت هبت إيه معاها؟ أنت هبت إيه عشان تقولي ما يصحش أسيبها؟ اهدي كده، ما فيش حاجة، ويا ريت بس دماغك ما تروحش لبعيد، أنا والله يا دوبك بس بكلمها فيديو كول. قلت له ماشي يا أيمن، دي حياتك وانت حر فيها، خلاص أنا مش هعارض، بس خلينا نشوف ست الحسن والجمال الأول، وبعدين هي ملهاش اسم ولا إيه؟ اسمها نوال. وبعد ما عرفت اسمها بيومين خدت عمتي وأيمن ورحنا نتعرف عليها وعلى عائلتها. دخلنا بيتهم، واللي استقبلنا يوميها كان المرحوم أبوها ومعاه أمها. بعدها بشوية نوال دخلت علينا بالشربات، وأول ما شفتها حسيت إني أعرفها، بشبه عليها طول القعدة، ما كنتش مرتاحة لها خالص، بس أجبرت نفسي إني أجاملها عشان خاطر أيمن، وهي ما كانتش بحلاوة جميلة، كانت بنت أقل من العادي بكتير. المهم خرجنا من عندهم، وأنا طول الطريق ما فتحتش بقي بكلمة. أيمن لاحظ سكوتي وسألني ايه رأيك بقى في العروسة يا قضا؟ هي حلوة مش كده؟ بصيت لأيمن وأنا بتصنع الابتسامة وقلت له كويسة، وباين إن هي بتحبك. في اليوم ده أيمن كان مبسوط، بس أنا كنت مخنوقة ومش طايقة حد. نفس اليوم بالليل كنت نايمة، فجأة سمعت صوت في أوضتي. الصوت ده أشبه بصوت ضرب حوافر في الأرض. رفعت راسي وبصيت، إن الصدمة كانت إن أنا شفت الحمار الأسود واقف جنب سريري وعينيه بتنور، وشفت بنت واقفة جنبه، ولما ركزت في ملامحها اتفزعت. البنت دي كانت نوال، وكانت بتبتسم ابتسامة بخبث. قمت من سريري وأنا مفزوعة وأنا بقول لها أنت مين وعايزة مننا إيه؟ البنت ابتسامتها وسعت أكتر وأكتر. ساعتها قالت لي أيمن، أنا عايزة أيمن ومش عايزة غيره. رديت بعصبية وقلت لها على جثتي ده يحصل، نجوم السما أقرب لك. أول ما قلت كده ابتسامة نوال اختفت، ملامحها تحولت لملامح بشعة، وقالت بصوت غليظ جدا ومخيف يبقى هيحصل وعلى جثتك زي ما طلبتي. نوال رفعت ايديها لفوق، ولما نزلتها الحمار هجم عليا، بس قبل ما يقرب مني صحيت لقيتني نايمة على الكنبة برا أوضتي. معرفش ايه اللي خرجني من أوضتي، بس غالبا في شيء كان بينقلني برا الأوضة لما يكون في خطر عليا. مهم صحيت تعبانة، قمت من مكاني بصعوبة، أنا حاسة أصلا إن الصالة بتلف بيا، وسندت على الحيط عشان أوصل لأوضتي.
لما عديت من جنب أوضة أيمن لقيته لسه صاحي، كان بيكلم نوال في الموبايل، بيقول لها يعني عامل لك ايه يا نوال؟ ما انا جيت طلبتك، ما ينفعش استعجل اكتر من كده، كده الكل هيشك في الموضوع وهتحصل كارثة، اصبري شوية واستحملي عشان خاطري، انا بحاول اتدارك الموقف عشان ما تحصلش اي مشاكل لا ليا ولا ليكي. انا اتفزعت من كلام ايمن، كل اللي جه في بالي يوميها ان ايمن غلط مع نوال وهي بتلح عليه يتجوزها بسرعة عشان يدير الفضيحة. تاني يوم كلمت أيمن، قلت له ناخد عمتي ونروح نطلب نوال بشكل رسمي. كنت خايفة على أيمن، خصوصا لما عرفت إن كريم أخو نوال واحد شراني، وممكن لو عرف بعلاقة أيمن ونوال تحصل مصيبة. خوفي على أيمن لغى تفكيري وخلاني خلال شهر ونص خلص الموضوع وأنا مجبرة. وفي يوم الفرح قبل ما أيمن يدخل على نوال رحت عشان أكلمها، بس قبل ما أدخل الأوضة سمعتها بتتكلم في التليفون وبتقول لواحدة خلاص الموضوع تم، يعني انت دلوقتي تحذفي كل الصور والمقاطع اللي معاكي وتكسري الشريحة وعقبالك بقى يا عسل. دخلت الأوضة فجأة وأنا بقول لنوال انت بتكلمي مين؟ نوال ارتبكت وخبت الموبايل وراها وهي بتقولي هو صح برضه يا قدر تدخلي الأوضة من غير ما تستأذني؟ قلت لها الباب كان مفتوح يا عروسة. وبعدين ده مش جواب سؤالي، انت كنتي بتكلمي مين؟ كنت بكلم اختي فيها حاجة دي. ليلتها نوال كشفت عن وشها بدري، اسلوبها في الكلام اتغير 180 درجة، وعلى رأي ياسمين عز اختفى الصوت الشتوي بتاعها وبقت بتستخدم صوتها الصيفي. خلاص ما هي عملت اللي في دماغها وبقت مرات أيمن. ما علينا. يوميها خرجت من الأوضة من غير ما أتكلم، قعدت في الصالة لحد ما أيمن مشى المعازيم. دخل البيت ساعتها، قلت له عايزة موبايلك شوية، عايزة أكلم عمتي أشوفها وصلت لبيتها ولا لسه، أصل موبايلي فصل شحن. أيمن اداني موبايلي ودخل الأوضة وأنا أخدته وبقيت بفتش فيه. وهنا كانت الصدمة، لقيت فيه رقم بيبعت لأيمن صور ومقاطع خاصة بينه وبين نوال، ومقاطع وصور عادية يعني هما كانوا بيخرجوا سوا وبيتصوروا صور شخصية. الشخص ده كان بيهدد أيمن إن هو هيبعت الصور دي لكريم أخو نوال. وآخر رسالة من الشخص ده إن هي كانت خلاص أنا بعت الصور لكريم. بعدها صاحب الرقم مبعتش تاني. دخلت الشات بتاع نوال، لقيتها بتقوله إن الشخص اللي سرق موبايلها بعت كل الصور اللي فيه لباباها وأخوها كريم وعمامي كمان، وأنا خلاص اتفضحت يا أيمن، يعني لو ما طلبتنيش رسمي هيقتلوني وذنبي هيكون في رقبتك. أغلب الرسائل كانت من نوال وهي بتستعطف أيمن عشان تجبره يطلبها. حطيت الموبايل جنبي وأنا دماغي هتنفجر، كنت هموت من الغيظ. ازاي بنت زي دي تغفلنا كده؟ يبقى البنت اللي كانت بتكلمها وتطلب منها تحذف المقاطع والصور هي نفس البنت اللي بتهدد أيمن. دول عصابة بقى. قمت من مكاني وأنا في قمة غضبي، كان عين عليا أدخل أسحبها من شعرها بس ما قدرتش أبوظ ليلة أيمن. قمت دخلت الحمام أخد شاور سريع وخرجت، لقيت أيمن قاعد على الكنبة في الصالة عمال يعيط. جريت ناحيته وبسأله ايه يا حبيبي مالك؟ ليه بتعيط؟ انت كويس؟ ساعتها أيمن مسح دموعه وهو بيقولي أنا كويس مفيش حاجة. بقى سايب عروستك وقاعد تعيط هنا وتقولي مفيش حاجة؟ هتخبي على أختك اللي تعرفك أكتر من نفسها؟ أيمن بدأ يعيط تاني وهو بيقولي يا قدر أنا متضايق، معرفش ايه اللي حصل لي بالظبط، بس البنت اللي جوه دي أنا معرفهاش، حاسس إنها غريبة عني، أنا حتى مش قادرة أفتكر أي حاجة تخصنا، كأني كنت نايم وصحيت. كلام أيمن نزل عليا زي الصعقة، ما كانش مجرد كلام، كان أشبه بصدمة بالنسبة لي. ساعتها افتكرت كلام ستي ريحانة عن العمل اللي اتعمل لأيمن، بس يوميها ما كنتش قادرة أعمل حاجة. هديت أيمن وطلبت منه يدخل أوضته، حاول يكلم عروسته تعرف عليها من أول وجديد، ونسيت الموضوع وقلت ده نصيب وربنا كاتبه كده، والاعتراض مش هيغير حاجة. لكن بعد شهرين ونص اتعزمنا عند عيلة نوال، رحت بيتهم وبعد الغدا استأذنت إني أمشي، كنت مخنوقة ومتضايقة من بصات كريم ليا. يوميها خرجت أنا وعمتي،
أثناء ما كنت بركب العربية شفت جميلة هي وأمها وشخص معاهم، كانوا داخلين البيت اللي جنب بيت نوال. ساعتها طلبت من عمتي تستناني في العربية ورحت خبطت على البيت، واللي فتح لي يوميها كان شاب كده تقريبا نفس سن أيمن. أول ما شافني قال لي: يا فندم. قلت له: السلام عليكم، أنا سحر صاحبة جميلة وجاية أطمن عليها، هي كويسة؟ الشاب ده بصلي باستغراب وهو بيقول لي: كويس، أي خدمة تانية؟ أيوة لو سمحت، أنا عايزة أشوفها من فضلك. حسيت إنه اتحرج من طلبي فقال لي: ثواني وهبعتها لك. دخل وشوية لقيت جميلة خارجة، ملامحها كانت تعبانة قوي ووزنها قل بشكل ملحوظ. أول ما شافتني لونها اتخطف، جريت ناحيتي وهي بتبص وراها، سألتني وهي خايفة: انتي ايه اللي جابك هنا؟ امشي، أنا في عرضك. همشي طبعا، بس الأول عايزة أفهم انتي بتعملي ايه هنا وليه سبتي أيمن؟ ساعتها جميلة بدأت تعيط وقالت لي: غصب عني يا قطر، والله اللي حصل كله كان غصب عني. بصي، أنا ما ينفعش أتكلم دلوقتي عشان لو أخويا سمعني هيطين عيشتي، بس هتصل بيكي على رقمك القديم وأفهمك، بس امشي دلوقتي عشان خاطري. جميلة كانت خايفة. خايفة؟ خايفة ايه؟ دي كانت مرعوبة. في اليوم ده أنا مشيت وسبتها، وبعد يومين وتحديدا بعد العشاء لقيت نمرة غريبة بتتصل بيا. لما رديت كانت جميلة، كانت بتتكلم بصوت واطي. فدخلت أوضتي وأنا بكلمها وكل فضول أعرف هي سابت أيمن ليه، وليه ما حاولتش تتواصل مع حد مننا. واللي عرفته يوميها كان صدمة. جميلة قالت لي إن هي ما سابتش أيمن بمزاجها ولا اتجوزت أصلا، واللي وصل لأيمن ما كانش حقيقي، ده كذبة، زي الكذبة اللي وصلت لأخوها وخلته يضربها ويكسر لها دراعها ويمنعها إن هي تخرج من البيت. ده حتى كمان منع صاحبتها إن هم يزوروها أو حتى يسألوا عليها. أنا كنت مصدومة قوي من كلام جميلة، سألتها بفضول قوي عن اللي حصل معاها وهنا بقى كملت. حكيت لي، قالت لي إن هي كانت متفقة مع أيمن إن هي تشوفه في المحل عشان مامتها أميها كانت تعبانة، فأخدت معاها بنت المفروض إن هي جارتها وصاحبتها. وصلت المحل وقعدوا يتكلموا هي وأيمن وقعد يهزر معاها. فجأة بتقولي لقيت صاحبتها دي عمالة تقول لها: أنا عايزة أروح البيت بسرعة، أنا عايزة أروح البيت بسرعة عشان اتأخرت. أخدتها ورجعت البيت. وتاني يوم بتقولي لقيت أيمن بيكلمني في التليفون وبيقولي إن صاحبتها دي جات له المحل وقعدت تهزر معاه وتحاول تقرب منه وهو طردها طبعا. يوميها أنا اتعصبت، ازاي صاحبتي تعمل فيا كده؟ راحت متصلة عليها واتخانقت معاها. لقيتها راحت رد عليها وتقول لها: أنا كنت بختبره مش أكتر، أنا مش فاهمة هو ازاي يروح يقولك على إيه اللي حصل، ده أكيد بيحاول يفرق بيني وبينك، بس إياكي تسمعي منه يا جميلة وتأكدي أنا ما عملتش كده إلا لما لقيت بيبصلي بصات مش ولا بد. يوميها ما صدقتش كلام صاحبتي عشان كنت عارفة متأكدة إن أيمن لا يمكن يعمل كده. قفلت التليفون في وشها، ما بقيتش أرد عليه. في نفس اليوم بالليل لقيت أخويا داخل عليا الأوضة بيطلب مني أديله الموبايل، وأول ما أخده. دخل على الشات اللي بيني وبين أيمن. لما شاف الشات لقيته كان في قمة غضب، راح وراني الشات وبيقول لي: مين أيمن ده يا واطية يا رمة؟ يبقى كلام الشخص اللي بعت لي الرسالة صح، انتي بتصاحبي رجالة ومقرطصانا كلنا وعاملة لنا فيها الطهرة الشريفة، وديني لموتك. أخويا يوميها ما حاولش يسمع مني أو يفهم اللي حصل، نزل فيا ضغط، ولولا أمي جت حشت عني كان زمان موتني. كل ده بسبب صاحبتي أو اللي مثلت إنها صاحبتي. بسببها أنا خسرت ثقة أخويا فيا وسمعتي في البيت بقت وحشة. كنت مجبرة أرضى أتخاطب لابن خالتي اللي مش بطيء، وكل ده ما كنتش شاكة في صاحبتي لغاية ما سمعت إنها اتخطبت بعدها اتجوزت نفس الشخص اللي أنا كنت بحبه ونفسي ومنى عيني أتجوزه. يا قدر، اللي عمل كده هي نوال اللي بقت مرات أخوكي أيمن دلوقتي. كلام جميلة خلاني انهار، ما كنتش مصدقة اللي سمعت، كنت هتجنن
إزاي في حد بالأنانية والبشاعة دي؟ وإزاي أيمن بطيبة قلبه يكون حظه مع واحدة عديمة الضمير زي نوال؟ قلت لجميلة إن أنا مش هسمح لنوال تتهان وهخلي أيمن يطلق، لكن جميلة رفضت إني أعمل كده. قالت إنها خلاص بقت لحد تاني، صعب إنها تكون لأيمن، إني لازم أسكت عشان ما أدمرش حياة أيمن أكتر من كده. هو لو عرف الحقيقة هيتوجع وهيعيش طول عمره مكسور وحزين. بصراحة كان عندها حق. يوميها قفلت معاها وأنا حاسة بوجع في قلبي. خرجت من أوضتي لقيت نوال خارجة من الحمام وهي بتغني. لما شافتني اتخضت وهي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انتي ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ده انا قلت زمانك نايمة. في ايه انتي بتبصيلي كده ليه؟ قدر مالك؟ في حاجة؟ نوال كانت واقفة قدامي وانا كل اللي في دماغي مليون سيناريو، ولقيتني بقول لها: تعرفي يا نوال، انتي اقذر حد ممكن الواحد يقابله. وعد مني هخليكي تندمي على اليوم اللي فكرتي فيه انك تاخدي حاجة مش بتاعتك. نوال كانت مرتبكة وقربت وهي بتقولي: انتي بتقولي ايه يا قدر؟ ما توزيني كلامك كده قبل ما تقوليه. انا ما خدتش منك حاجة، يا دوبك دخلت اوضتك وخرجت بسرعة وخلصت الحكاية، ولا هو تلقيح جتت وخلاص. قلت لها: انتي هبلة ولا بتستهبلي يا نوال؟ سيبك من اوضتي اللي بتدخلي تفتشي فيها في غيابي، وخلينا في جميلة صاحبتك اللي قلتي لأيمن إنها اتجوزت. جميلة اللي بعتي لأخوها قلت لها إن أختك بتصاحب رجالة. نوال لما سمعت كلامي ده لونها اتخطف وبصت ناحية أوضة أيمن. بعدها بصت لي وبتقولي بصوت واطي: بقول لك إيه يا قدر، الكلام ده مش حقيقي. جميلة بنت كدابة، وبعدين أنا دلوقتي مرات أخوكي وجميلة بقت مرات حد تاني، فالكلام ده لا هيودي ولا هيجيب. فريحي نفسك وخليكي في حالك وملكيش دعوة بيا ولا بجوزي. كلامها استفزني أكتر، رغم إني كنت بحاول أمنع نفسي إلا إني معرفتش أسيطر على وضعي. ما كنتش حاسة غير بشعرها في إيدي. يوميها نوال أكلت مني ضرب ما أكلوش حمار في مطلع. لولا إن أيمن جه خلصها من تحت إيدي كانت روحها طلعت. نوال بدأت تصرخ وتعيط. أيمن دخلها الأوضة بالعافية وهو مش فاهم إيه اللي حصل. أنا دخلت أوضتي وحسيت براحة شوية. كنت ناوية أقول لأيمن عن جميلة وكل اللي حصل، لكنه فجأة دخل وقال لي: انتي ايه اللي انتي عملتيه ده يا قدر؟ ما كانش صح تضربيها كده، مهما كان دي حامل ووارد تسقط بسببك. فضلت متنحة وانا مش مستوعبة اللي سمعاه من أيمن. كل اللي جه في بالي ساعتها ان نوال بتكذب وقالت كده عشان تجبرني ان انا اسكت. ولقيتني بدون مقدمات بخرج من اوضتي وبروح لأوضة أيمن. دخلت لها لقيتها قاعدة عمالة تعيط. لما شافتني اتخضت وأيمن جه ورايا بسرعة بيمسكني وبيقول لي: وبعدين معاكي يا قدر؟ بقولك نوال حامل. بصيت لنوال وانا بقول لها: بت انتي قولي الحقيقة، انتي حامل بجد ولا دي لعبة منك؟ نوال قامت راحت وفتحت الدرج اللي جنب السرير، طلعت منه تستحمى. كان إيجابي ساعتها. قالت: أنا حامل والله، وعرفت النهاردة الصبح. على فكرة أنا مش مضطرة أكذب، وعموما أنا اهو بعتذرلك قدام أيمن، وأوعدك مش هخش أوضتك تاني في غيابك ولا هاخد حاجة من حاجتك بدون إذن منك. حقك عليا، سامحيني. لو مش عشاني فعشان ابن أخوكي اللي في بطني. نوال اتصرفت معايا بذكاء، إنها كانت خايفة إني أقول لأيمن عن موضوع جميلة. نظراتها ليا كانت بتطلب مني إني أسكت، وأنا بصراحة ضعفت قدامها. ما قدرتش أتكلم بعد ما عرفت بحمل نوال. بقى صعب أخرب بيتها وأخرب بينها وبين أيمن. ما كنتش حابة إن الطفل ده يتولد ويعيش حرمان الأب زي ما أنا عشته زمان. خرجت من أوضة نوال ورحت أوضتي. دخلتها وقعدت أعيط لساعات طويلة لحد ما حسيت بإيد بتطبطب عليا. رفعت راسي شفت طيف أبيض في الأوضة. لمسته كانت حنينة، أول مرة أحس بشعور الدفى ده، كأنها لمست بابا الله يرحمه. نمت. لما بدأت أروح في النوم شفت نفسي واقفة في الصالة. شفت نفس الحمار الأسود اللي ظهر، بس المرة دي تحول لراجل طويل ورفيع قوي وعنده ودان شبه ودان الحمار وعينيه كانت بتخوف قوي. هو فضل باصص ناحيتي ثواني لحد ما لقاني بقول له:
وخلاص، دورك هنا انتهى. مش العمل جاب المفعول؟ نوال اتجوزت أيمن، انت ايه اللي مخليك هنا؟ امشي، روح ارجع للي بعدك. ساعتها الراجل أو الكيان الغريب ده لقيته بيشاور للباب، فرحت تلقائيا فتحت له، وهو خرج واختفى. وبعدها بثواني فتحت عيني وأنا سامعة صوت أذان الفجر. قمت صليت واستغفرت ربنا كتير وحمدته على كل حال. بس لحد اللحظة دي أنا معرفتش أسامح نوال. هي غلطت غلطة كبيرة، مكانش المفروض تسرق فرصة فرصة مش فرصتها، بهدف إن هي تعيش وتبني عيلة. اللي عملته ده هتتحاسب عليه، وكل ساق سيسقى بما سقى. هي دي الحكاية. يعني أنا ما كنتش بظلم نوال، أنا كنت بتعامل معاها بالطريقة اللي هي تستحقها، وبرأيي هي تستحق أكتر من كده بكتير. أتمنى بقى من الناس الحلوة اللي سمعت الحكاية دي ما تقعدش تعلق كل شوية وتكتب يا قدر خف على نوال. يا ريت يا جماعة تبطلوا الطيبة، عشان انتوا نفسكوا شايفين ايه آخرة الطيبة الزايدة وبتعمل ايه. لحد هنا أكون اختصرت لكم بعض بلاغي نوال. أنا عارفة إن القصة دي ما فيهاش رعب كتير، بس القصة اللي جاية هتكون دمار، وده وعد مني.